السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين ونعاد عليكم بالخير واليمن والبركات يا رب. النهارده هعمل لكم الطعميه، صراحه خطيره خطيره خطيره، احلى من اللي بتتعمل في المطاعم وفي المحلات واللي بتتعمل على العربيات دي. ويعني دي بصراحه طعميه، جبت لكم السر بقى، السر ان هي بتبقى هشه وجميله ومنفوخه ومش بتفك معانا في الطاسه خالص خالص نهائي. اولا ده فول نقعينه، يعني حوالي تقريبا كده نص كيلو فول نقعينه. حاطين عليه بصلة كبيرة، تمام، بصلة وسط يعني مش كبيرة. وحاطين عليه، في ناس بتحط كرات بس انا حاطة خضرة، يعني حاطة بقدونس وكزبرة. تمام، هنضربهم في الكبة او هنضربهم في الخلاط. الناس اللي ما عندهاش كبة ممكن تضرب الكلام ده في الخلاط، اللي هو عبارة عن ايه، عبارة عن فول مدشوش ونعينه، لازم يكون منقوع يعني من بالليل لحد الصبح، او على الاقل منقوع مثلا 3-4 ساعات كده، يعني يكون منقوع كويس. تمام، وبعدين بنحط في الكبة. اهي الكبة دي معايا انا بصراحة عملية جدا جدا، وصورت لكم بقى حاجات كتير خالص، وبصراحة بتخلي الطعمية تحفة. طب اللي مش عنده كبة هيحط الكلام ده في الخلاط، هنضربهم في الخلاط بس. مش هنحط الكمية دي كلها، هنحط كمية قليلة وهنحط معاها حبة مية، مش هنحط مية كتير. يعني بصوا، ربع كيلو الفول ده او نص كيلو فول هياخد معانا تقريبا ربع كوباية مية، وبعد كده هنصفيه. بس انا مصفتش لان انا محطتش مية اساسا، يعني غير معلقتين مية، بس معلقتين عشان الكبة تلف معايا، وما صفيتهمش هم زي ما انتم شايفينهم كده، ضربتهم كويس. هقول لكم على السر برضو، مش هنقليها كده، في سر تاني هيخليها هشة وجميلة جدا. ما نحطش اي توابل، حطينا بس بصلة وسط، وحطينا الخضرة اللي هي كزبرة وشبت وبقدونس. تمام تمام. بعد كده هنخزنها كده من غير ما نحط لها اي يعني توابل، مش هنحط كزبرة ولا كمون ولا اي حاجة. اللي بتتخزن ما بتحطلهاش توابل، لما نيجي بقى نستخدمها ونطلعها من الفريزر بنحط لها التوابل اللي احنا عاملينها. يعني بنحط كزبرة وبنحط كمون وبنحط ملح وبنحط شطة اللي حابب. اهي دول. بصوا انا كيست، يعني عمل معايا 3 اكياس تخزين، حطيتهم في الفريزر. وكمان اللي اتبقى ده هنخليه للسحور عشان نعمله النهارده باذن الله. بس مش هنقليه كده برضو، مش هنحمره كده. هقول لكم على طريقه دلوقتي تعملوها، هتخلي معاكم العجينه الطعميه تحفه تحفه تحفه، والله العظيم بجد، يعني عن تجربه بصراحه. هقول لكم دلوقتي هتبقى هشه ازاي والسر فين، سر المطاعم. بصوا احنا دي الاول بنكيسها اهي، خلاص. اللي بتتفرز مش هقول لكم السر ان احنا بنضربها بالمضرب. تمام، بس اللي بتتكيس دي وبتتفرز بنضربها بعد لما تطلع بقى. احنا كده ما حطيناش اي حاجه ولا ضفنا اي اضافات، عباره عن بصل، والفول لازم يكون منقوع كويس، فول مدشوش منقوع كويس. وبعدين بنحط عليه بصله، وبعدين بنحط عليه فصين توم، وبنضربه في الكبه او في الخلاط. لو ضربناه في الكبه او في الخلاط هيحتاج ميه معانا، لو حطينا ميه لازم نصفي الميه، لازم نصفيها، انما انا ما حطيتش ميه لان حطيت بس زي ما قلت لكم معلقتين وما صفيتهمش. دي الاكياس اهي اللي هنخزنها، بتتخزن وبتتفرز كده زي ما هي، وبتطلع على التحمير. بنسيبها تفك، لو لقيناها فكت معانا في الطاسه بنحط لها 4 معلقه دقيق، نضربها بالمضرب بعد ما نطلعها من الفريزر. هنضربها بالمضرب، ولو لقيناها فكت معانا بنحط لها 4 معلقه دقيق، ما نحطلهاش اي حاجه. شايفين دول الحبه اللي انا سبتهم ما خزنتهمش، شايفين بضربها بالمضرب. هو السر، هو السر هو المضرب، هو اللي بيخليها هشه. زمان كنا بنعملها في الخلاط كده وبعدين بنحمرها على طول، او في الكبه بنحمرها على طول، بس ما كانتش بتدينا النتيجه بصراحه بتاعه المطاعم. يعني انا اولادي كانوا يحبوا بتاعه المطاعم اكتر، يقولوا ان هي هشه وكده، مع ان انا بفضل بتاعه البيت اللي بصراحه بحسها اجمل. قلت لهم خلاص النهارده باذن الله هعمل لكم طعميه المطاعم. شايفين
لما بنضربها بالمضرب بتبقى هشة معانا، هشة خالص، ومش بنحتاج بيكنج باودر ولا بنحتاج اي حاجة، ولا بنحتاج كربوناتو ولا بنحط لها كربوناتو ولا اي حاجة. شايفين؟ مش بنحط كربونات خالص، بناخدها زي ما هي كده وبنقليها ونحمرها في الزيت. مش بتفك معانا، لا مش بتفك معانا، وهتشوفوها دلوقتي. شايفين اهي؟ يعني ما شاء الله عليها، كل لما تضربوا فيها كل لما تبقى هشة زيادة. يعني شايفين؟ كل لما بنضرب فيها كل ما حجمها بيتضاعف، بتبقى بالظبط زي اللي بنجيبها من المطعم، من الراجل بتاع الفول والطعمية يعني. اهي السر ان هم بيضربوها هنحمرها بقى هنا. بصوا، المعلقة هنحطها في مية، وبعدين بنحط سمسم زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين بنحمرها في الزيت. الزيت ما يكونش سخن قوي، وهي بتحب زيت الغزال على فكرة، ومش بتشرب زيت ولا اي حاجة، مش بتشرب زيت خالص، لان هي بتبقى هشة جدا، وبتنفش معانا من غير اي اضافات. على فكرة والله العظيم انا نسيت احط التوابل، بس اكنها كان طعمها تحفة. فانا عمالة اقول يعني، وعمالين يقولوا طعمها حلو، ازاي انا نسيت احط لها الكمون والكزبرة والحاجات دي. افتكرت بقى ان هي وانا بطحن لما حطيت البصل في الكبة، البصلة حطيت لها حبة ملح ابيض، هو ده اللي ظبط الطعم معايا، لان انا نسيت احط لها توابل خالص. يعني المفروض نحط لها كمون وكزبرة وشطة. ساعات بعملها محشية، يعني ساعات انا كنت بحشيها. ممكن نجيب بيضة مسلوقة ونحطها، ونحط حواليها كده الطعمية ونحمرها في الزيت، بتبقى حلو خالص برضه. زي ما انتم شايفين كده ما فكتش معانا خالص اهي. تمام. لو يعني فكت معاكم هتحطوا لها ربع معلقة دقيق. ربع معلقة الدقيق دي هتظبط الدنيا. انت جربوا واحدة الاول، جربوا واحدة، بصوا وهمفيش ولا واحدة فكت. اللي هتلاقوه عايم ده في الزيت ده سمسم. انا بحبها بالسمسم، يعني السمسم بتبقى حلو خالص. عارفين ريحتها؟ بصراحة يعني هي كانت كمية كتيرة، يعني كل اللي يدخل على الريحة يروح واخد واحدة. الله، ايه ريحة الطعمية دي! الطعمية بتجيب الناس من الشارع. ريحتها جميلة جدا. يعني احنا اكلنا نصهم واحنا بنحمر فيهم. كل اللي بيدخل كان بياخد واحدة. انا عن نفسي خدت واحدة. انا اكلت واحدة بالسمسم، طعمها اقسم بالله يعني فعلا زي اللي بنشتريها من بره، واحلى كمان واطعم. هشة جدا من جوه، وطعمها تحفة. جربوها بالطريقة دي اهي، مفيش ولا واحدة فكت. عموما لو فكت معاكم حطوا لها معلقة دقيق. انا معلش طلعت هنا على رغيف عيش، لان ما كنتش لاقيه المناديل. فلو ما بيكونش عندنا مناديل بنطلع على رغيف عيش عادي. انا عملت جزء بسمسم وجزء من غير سمسم، لان مش كل اللي في البيت بيحبوها بالسمسم. يعني في حد اهي، شايفين من جوه عامله ازاي؟ والله من جوه هشه وجميله جدا، طعمها تحفه. بص بتدوب في البق كده. والله دي مش طعميه، ده حاجه دي جميله جدا. شايفين؟ هشه مش مستحمله اساسا. انا هشت رغيف العيشه وحطيت لكم مناديل عشان ما تزعلوش. هنا كنا بنسحر. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. اغاني رمضان هي شغاله في التلفزيون. كل سنه وانتم طيبين، وينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات يا رب. رمضان اقسم بالله جاي بخير وبخير وجايب لنا الخير معاه، اقسم بالله من اول يوم. الطعميه طبعا ما بتحلاش غير بالجرجير، وكان في حبه. وطبق الفول اللي بكمون ده، الفول ده تحفه برضو، انا عاملاه في البيت، مدمساه في البيت. والطعميه اهي، وكنت محمره جنبهم حبه بطاطس. وده كان سحور خفيف كده عشان اول يوم، عشان لسه بقى ما تعودناش على الصيام وكده، والواحد ما يبقاش ليه نفس. فاحنا عملنا كده حبة طعم. بس الطعمية دي بتفتح النفس اساسا يعني. والله الطعمية دي جربوها بالطريقة دي، والله العظيم مش هتندموا. طريقة جميلة جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. شوفوا كواليس هنا اخر الفيديو. مع السلامة.
غبت وإليك اشتقنا. في حد بيصرخ بيرقص كده.